السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام حكيمة. أميرة أميرة السنابل. استسمح نحيد الصوت من التليفون باش مبرزطناش. وعليكم السلام. نهايات وي صعبين شوية. شوف إلا حيدت هذا دونك كتبان مزيان. هذه أصلا ضارب فيها الضوء. أوكي. وعليكم السلام سلمى. قطرة مطر. الاخوان بارطاجي والله يجازيكم بخير، لانه التفاعل طيح عندي بزاف، وهذا هو السبب علاش ما كنديرش مباشرات بزاف مؤخرا. صراحه ماشي غير انا بوحدي، كنشوف مجموعه من الاساتذه عندهم نفس المشكل. دونك عادي جدا فهاد الفتره هذه فيها التسجيل، وتصادفات حتى مع المشكل ديال القضيه اللي تكلم عليها، راه جات فيه الدقه بحالي انايا. دونك الاخوان حاولوا تبارطاجيو الله يجازيكم بخير في الجروبات اللي تعرفوا ديال الباك ليبر، لانه مساله غادي نطرق لها اليوم مهمه بزاف. هو المشكله اللي كتخلي يعني اغلبيه ما يكونش عندهم معلومات. بطبيعه الحال انا غنتكلم دابا على الرياضيات بصفه عامه، لان حتى العلميين كيكون عندهم نفس المشكل. دونك غادي نخدم معكم في الحصه ان شاء الله جميع الشعب، ماشي غير الادب وعلوم الانسان، لانه نفس البرانسيب كيكون مشكل عند كلشي، نفس المشكل. وهذاك الشيء اللي حطيت في العنوان، اغلبيه عنده نفس المشكل في هذاك الشيء. الله يجازيكم بخير. واحد دقيقه ولا جوج دقائق تقدر تخرج بارطاجي الجرو اللايف باش نبداو ان شاء الله. وعليكم السلام حسناء. بارطاجيو الاخوان، على الاقل توصل لواحد 60 نعرفوا بعدا راه كاين اللي غيخدم معنا في اللايف. دابا راه 30 غير كتبدا كيبدا ينقص العدد. اخوان هذا اللايف هذا مهم بزاف، هو اللي غيخلي بزاف الناس سواء يجيبوا 20 ل 20 في الماس او انه غيخليه يجيب 1 و0. الادب والعلوم الانسانيه الاخوان راه كارثه في الماس، راه الاغلبيه كيجيب 1 و0 و3. السبب علاش كتجيبوا هاد النقاط هو هادشي اللي غنديروا في هاد المباشر ان شاء الله. ندور هذا شويه هكا، ندور هذا هكا. صافي الواحد هنا هنا. راك تلاحظوا الاخوان فاش فيما تندير لكم المباشر كتلقاوني ما تنهضر لكم لا على دعم لا حتى شي حاجه، كندير لك المباشر كنعطيك المفيد وكنمشي الناس بحالاتي. بارطاجيو الاخوان. حنا دابا 7 دقائق باش طلقنا اللايف. اللي ما ديرش ابوني للصفحه يديرها، لانه كاين بزاف الناس كاين اللي كيكون داير ليا اشتراك، ومن اللي ما كيبقاوش يطلعوا لي اللايفات كيعاود يدير اشتراك وراه ماشي كيعاود يديرها، وراه كيحيدها وما كيعرفش راسو، حيت هذيك سويفغ ما كتبانش ليه، خصوصا فاش كطلع لك هذيك سويفي ما كتعرفهاش واش تحيدات ولا دات، كتطلع بالزرق والشيبي ولا ما عرفت شنو. انا براسي ما كنعرفش واش داير سويفي لشي واحد ولا لا، لانه صراحه معكسه ماشي بحال يوتيوب كتبان لك ابوني ولا ديزابوني. هذه في الفيسبوك صعيبه شويه. دونك الاخوان اللي ما مشتركش في لاباج يديرها باش اي فيديو حطينا هذا يوصلوا. على اي غنبداو على بركه الله. دونك اول حاجه الاخوان غادي نبداو بها هي تحويل العلاقات. متفقين؟ مثلا الناقص والزائد، لانه هذه اول حاجه كتخربق الاغلبيه. نسميوها ما عندنا تسميه. دونك غادي نجي ديريكتومون غادي نكتب واحد السيلو فينا هو ماشي مشكل نكتبو باي ستيل. اذا
فاش كتكون عندي واحد العمليه، يعني نكتبوا العمليات مثلا، عمليات لانه ما عندهاش سميه صراحه، لانه خاصك تكتسبها مع المات، كتكتسبها يعني من خلال التمارين بزاف، ما عندها سميه. هذيك القضيه ديال كيفاش نتعامل على الناقص الزائد الى اخره نديروها بسرعه. دونك فاش كتكون عندي واحد العمليه، مثلا ناخذ مثال، عندي ناقص 5 زائد 3، شحال كتساوي هذه؟ غنبدا معكم من الزيرو الاخوان، من الزيرو وحنا غادي نبقاو غاديين وطالعين حتى غنوصلوا لاخر حاجه اللي هو النشر الثاني. متفقين؟ هما اللي صعابين شويه. شحال كتساوي هذه؟ زربوها الاخوان باش ما نتعطلوش، نديروه في اللايف، نديرو فيه واحد الساعه ونمشيو ننعسو، ماكسيموم 12 نمشيو ننعسو. بارطاجيو الاخوان، اللايف مهم بزاف، بارطاجيو الاخوان، الله يجازيكم بخير. يلا خرجوا دغيا. علاش هذه غتساوي ليا هي ناقص 2؟ لا، ناقص 2 ماشي ناقص 8. غلط. علاش ناقص 2؟ شوف، فاش يكون عندي الناقص والطرف الثاني هو الزائد، متفقين؟ اش كندير؟ دائما تفكر هذه، فاش يكون عندي الناقص في الاول والزائد في الثاني، كنشد هذه تحطها هنا، هي الاولى. في حالتاش؟ في حالة كان عندي العدد اللي فيه الناقص كبير. دونك اول حاجه اين عدد مثلا، من هو، نكتبها لك باللغه العربيه، من هو العدد الاكبر؟ شنو هو العدد الكبير هنا؟ هو 5. اذا الاشاره ديالو غتمشي ليا هنا، متفقين؟ العدد الكبير هو 5، الاشاره ديالو غتحول ليا هنا. عاد غادي نزيدو، غادي دير الاشاره ديالو. اذا فاش كيكون عندي العدد الكبير هو اللي فيه الناقص، الاشاره ديالو هي اللي كتحكم. عندي ناقص ديال الخمساوات، 5 ديال الناقصات، متفقين؟ ناقص 5 عندنا الزيرو، فوق منه 1 2، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. انا عندي هذه وعندي زائد 3 وعندي هذه. اذا شكون اللي غالب؟ شكون اللي مشى اكثر؟ ناقص 5. اذا ناقص 5 الا نقصت من زدت عليها 3، هاي زائد 1 2 3، اذا كتساوي ناقص 2. زدت ب3، ها واحد، ها واحد اخر، ها واحد اخر، هي 3 زائد 3 كتساوي لي ناقص 2. مفهومه هذه ياك الاخوان؟ اذا القاعده شنو هي؟ هي ماشي قاعده غير كتولف عليها، لانه هذا الشيء لقيته عندي في الدعم الخاص، كاينين بزاف التلاميذ شفتهم كيخطئوا في هذه. اذا باش كيكون عندي العدد الكبير فيه الناقص ديالو هو اللي كيحكم. عاد اكيد انه غتكون ناقص، اكيد، لانه هو العدد الكبير. عاد ملي كيكون عندي عدد فيه الزائد راه كنقصو من هذا. الاحتمال الثاني 5 ناقص 3 2، هذه سهله، اشاره الكبير والفرق بيناتهم، اي اشاره العدد الاكبر ونقص منه العدد الاصغر. برافو عليك، هذه سهله. دابا هذه الاحتمال الثاني سهله، 5 نقصنا منها 3 تساوي 2، هذه مكاينش اللي ما عرفش لها، هذه سهله. هذه راه قدامها زائد لانها هي موجبه 5. علاش هنا درنا الزائد؟ حتى هنا راه كاين زائد وغير ما كنكتبوش لانه موجب، لانه طبيعه الحال العدد الكبير عندنا هو الموجب، داكشي علاش خليناها زائد، متفقين؟ وكنقصوا العدد مباشره. اما الاحتمال الثالث هو هذا العدد عادي اللي هو كيساوي 8، هذا ما عندناش فيه مشكل، متفقين؟ نزيدوا القسمه، حتى هي
عندنا اسيدي 8 على 4. كديروا هذيك الطريقه ديال هكا، كتكتب هذه هنا وتتكتب هذه هنا، وكتقول شنو هو العدد اللي غنضربه في 4 غادي يعطيني عدد قريب لهذا. اذا جوج غنضربها في 4 غتعطيني 8، اذا تتساوي 2. سهله هذه، ممكن تخرج بجميع الطرق. هذه عطيتها لكم دابا سهله باش تفهمها. متفقين؟ العدد اللي كنضربه في 4 وتعطيني 8. مثال اخر، 12 على 3. شنو هو العدد؟ ها هي عاوتاني غنديرو هكا، 3 12. شنو هو العدد اللي غنضربه في 3 غتعطيني 12؟ هو 4. غتبقى دير انت تبدا من 1. 1 في 3 3، 2 في 3 6، لا 3 في 3 9، 4 في 3 12. ها هي لقيتها كتساوي 12، اذا كتساوي 4. برافو عليكم. متفقين؟ نديرو دابا عدد فيه الفاصله. عندي مثلا 15 مقسومه على 3، هذا فيه الفاصله. اذا غنكتب 3 هنا وغنكتب 15 هنا. شنو هو العدد اللي غنضربه في 3 وغيعطيني قريب ل 15؟ لا حقه هذه كتقسم على 3 هي 5. متفقين؟ 5 مضروبه في 3 هي 15. نديرو عدد دابا فيه الفاصله. نديرو مثلا 12 مقسومه على 5، هذا فيه الفاصله. اذا غنكتب 5 هنا و12 هنا. شنو هو العدد اللي نضربه في 5 وغادي يعطيني قريبه ل 12؟ هو 2. برافو. 2 في 5 10. متفقين؟ شحال بقى ليا؟ كندير هنا الناقص، بقات ليا 10. 12 نقص منها 10 بقات ليا 2. شنو هو العدد اللي نضربه هنا؟ كنزيد فاصله. شنو هو العدد اللي غنضربه في 5 وغادي يعطيني مثلا 2؟ ولا نديروها 20 مثلا، لانه 2 ممكن تكون جنبها 0. عندي شنو هو العدد اللي غنضربه في 5؟ يلا قولوا لي. 2.4. شنو هو العدد اللي غنضربه في 5 وتعطيني 20؟ هو 4. برافو عليك. اذا 4 في 5 كتساوي لي 20. ها هي. اذا 20 ها هي خرجت لي 0. اذا هذه شحال كتساوي؟ 2.4. برافو عليكم سلمى ساره، برافو عليكم. اذا هذه القسمه. غتبقاو غادي نفس الشيء. نديرو تجربه واحده اخرى. 18 مقسومه على 5، خرجوها لي. اذا غنكتب 5 هنا وعندي 18. شنو هو العدد اللي كنضربو في 5 وكيعطيني قريب ل 18؟ عندي 3 هي الاولى، لان 3 في 5 هي 15. غنكتب هنا 15، ندير هنا واحد ناقص. شحال بقات لي؟ بقات لي 3. اذا عندي 30. غندير فاصله. شنو هو العدد اللي كنضربو؟ يلا خرجوا هذه. شنو هو العدد اللي كنضربو في 5 وكيعطيني 30؟ سهله 4 في 5 20، 5 في 5 25، و 6 في 5 30. اذا 6 هي 30 هنا 0. اذا تنبقى نخرج فيها تيخرجوا لي اصفار. اذا شحال كتساوي هذه؟ 3.6. حتى لهنا فاهمين الاخوان؟ صافي. نجيو حاجه اخرى. برافو عليكم 3.6. برافو عليكم. وممكن كاينين بعض الاعداد اللي كتبقى تخرج لك فاصله 3 3 3 3 3 3 الى ما لا نهايه. انت اصلا على حسب كتحدد غير جوج الارقام وكتحبس. مثلا خرجت لك هنا 3 كتحبس، واخا تخرج لك مثلا هنا 1 ولا 2 ماشي مشكل. صافقين؟ نشوفوا دابا مساله واحده اخرى. دابا عندنا التحويل ديال العلاقات. هذه مفاهمين الاخوان؟ سهله ماهله. دابا غنشوفوا التحويل ديال العلاقات. عندي تساوي، غادي نحتاجوها اكثرين نحتاجوها في الدوام.
وغنحتاجوها حتى في توحيد المقامات وبزاف المسائل. عندي مثلا هنا تحويل، غنكتبها مثلا، غنديرو تحويل العمليه. مثلا فاش في الدوال مثلا احيانا كنبقى نقلب على اكس، فكنحتاج انني نحول العمليه كامله، العمليه مثلا ندير لكم اشاره، العمليه كنحولها من هنا للجهه الاخرى، لانه انا كنقلب على اكس كنبقى دائما كنقلب على اكس في هذه الجهه وفي هذه الجهه. اذا فاش كنحول العمليه فالعمليه كتغير. اشارات عندنا الناقص والزائد والضرب والقسمه كاملين كيتغيروا كيبقاوش هما نفسهم. دائما العمليه فاش كنحولها للطرف الثاني هاد الاشارات كاملين كيتبدلوا. سهله ماهله، انا نعطيها لك عقل عليها. الا كان عندي تساوي، انا نديرو هنا تساوي 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 تساوي، اكتبوا معايا الاخوان. شحال من اشاره عندي الزائد. الزائد فاش كيتحول للطرف الثاني كيولي عندي الناقص. زائد كيتحول للناقص. عاوتاني عندي الضرب. الضرب فاش كنحولو للطرف الثاني كيولي القسمه. متفقين؟ هادو الاساسيات، هادو اللي مكنتيش تعرف ليهم ما حتى شي عمليه ما تخرج لك صحيحه. هادشي كنحتاجو اكثريه في الدوال وشويه في المتتاليات، شويه ماشي بزاف. متفقين؟ اذا الضرب كيتحول ليا للقسمه والزائد كيتحول للناقص، والناقص بطبيعه الحال هو كذلك كيتحول ليا للزائد لانه نفس العمليه هذه اللي تحولت هنا. وعندي طبيعه الحال الا كان عندي القسمه حتى هي غتحول ليا للضرب. سهله ماهله. متفقين الاخوان؟ كلشي يقول لي فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ نعطيكم مثال. عندي جوج اكس ناقص 3 كتساوي ليا اكس، حيت انا باغي نخرج معادله من الدرجه الثانيه، كتساوي اكس زائد 1. مثلا خاصك تلقى هنا اكس، خاصني نلقاو اكس. اش نديرو؟ جوج اكس وهذه غنحولها هنا كتساوي ليا اكس زائد 1. هاد الاشاره شنو غتولي الاخوان؟ غتولي الزائد زائد 3. هذا مثال. دابا خصني نحول الاكس للطرف الاخر. الاكس هذه ما قدامها حتى شي اشاره، ولكن فاش غنحولها شنو غتولي الاخوان؟ هنا دائما كتكون الزائد. هنا واخا ما كاين والو راه كاينه الزائده الاخوان، انا موجبه. فاش غادي نحولها للطرف الاخر حيت خصني نجيبها حدا اكس الاخرى، غتولي عندي جوج اكس ناقص اكس كتساوي ليا 1 زائد 3. اذا 1 زائد 3 كتساوي ليا هي 4 بطبيعه الحال، ياك؟ وجوج اكس ناقص اكس هي اكس، اذا اكس كتساوي 4. مفهوم الاخوان؟ شفتوا دابا فين كنحتاجوا هادو؟ هنا فين كنحتاجوهم. دابا نشوفوا مساله واحده اخرى. اذا دابا درنا تحويل العمليات، دابا غنشوفوا توحيد المقامات. بداك الشيء بسرعه. توحيد المقامات. مفهوم؟ برافو عليكم، برافو عليكم. اذا هذه اغلبيه، شوف ما كايناش شي عمليه في الدوال لانه عند جميع الشعب الادبيه العلميه الميكانيكيه الى اخره ضروري ما خصهم يخدموا بهذه الاشارات. هذا دابا غنشوفوا التوحيد المقامات مهمه بزاف، غتلقاها في الاحتمال وغتلقاها في المتتاليات وفي الدوال، وحتى بالنسبه للشعب العلميه غنلقاوها في الهندسه الى اخره، الهندسه الفضائيه الى اخره. دونك الاخوان شنو عندي هنا؟ نبداو بالزائد. نبدا لكم اولا بالقاعده. دونك غنوريك القاعده. اذا غادي نشرح لك ب ا بي سي دي. متفقين؟ اذا نعتبر ان
A و B و C و D هي أرقام صحيحة طبيعية. إذن هي أرقام ممكن تكون 1، ممكن 2، 3، 4، 5، 100، 1000 إلى آخره. هما أرقام. غير باش نشرح لك يعني القاعدة اللي غتمشي عليها. نبداو سيدي بالزائد. أولا الزائد لأنه هو اللي كيتحط بزاف، هو اللي كتلقى بزاف. إذن بالنسبة للزائد عندي A مقسومة على B زائد C مقسومة على D. شحال كتساوي لي هذه؟ يلا العباقرة. توحيد المقامات اشنو تيقول لك؟ انا الله يحفظه صافي في الرياضيات. شوف، بما انك ما عندكش مع الرياضيات، ما عندكش مع هادشي اللي كدير دابا، الا ضبطتي هادشي مزيان ما يمكنش لك توحلي في شي معادله ولا كيف ما كانت. شنو كنديروا الاخوان هنا؟ عقلوا على هذه الاشاره، انا غنرسمها هنا لتحت. كتضرب بي في سي، عقلوا على هذه الاشاره، انا غنرسمها لك هنا. كروه، هاد الكروه هذه هي اللي غتخليك تعقل على توحيد المقامات. دي في الدي، وي برافو عليك، ولكن زيد كمل. ا اف دي اش من اف. انا واحد المقام، اي انا واحد المقام. يلا كي غنديروا لا ا فوا دي، ا فوا دي زيد بي فوا دي. اييه برافو عليك معلمه. سي فوا بي دي فوا بي. برافو عليك جميله. ديروا لها جادور. جميله صابر، ديروا لها جادور. برافو عليك. اذا بهذه الطريقه شنو كندير؟ كنضرب هذا في هذا، كنضرب هذا في هذا. متفقين؟ عاد دي كنضربها في ا وتنضربها في بي. داكشي اش رسمت لكم كروه، لانه كاينه كروه عاد عندك بي غتضرب في دي وتضرب في الفوق. اذا عندك البسط والمقام كنضربوه في كل شيء. هاد بي كنضربها في السي وكنضربها في الدي، وهاد دي كنضربها في ا وكنضربها في بي. متفقين؟ اذا اش تساوي ليا؟ كتساوي هي ا دي. شوف فاش ما نديرش لك الاشاره عرفها في ا فوا دي مقسومه على بي فوا دي زائد، برافو عليك، سي فوا بي مقسومه على دي فوا بي. لاحظ معايا شنو درت. هاد بي ها هي وها هي، اذا بي ضربتها في هادي وفي هادي. دي لاحظ معايا فين ضربتها في ا وضربتها في بي. صافي. انا دابا وحدت المقام عندي هنا ولا عندي كيتشابه. لاحظ معايا بي دي دي بي هي نفسها. متفقين؟ نديرو تمرين. مثال، عندي 3 مقسومة على 5 زائد 2 مقسومة على 3. ما عنديش المقام موحد ياك. اش غنديرو؟ غنديرو 3 مضروبة في 3 مقسومة على 5 مضروبة في 3 زائد 2 مضروبة في 5 مقسومة على 3 مضروبة في 5. ها هو هذا. لاحظ معي بأنه ولا موحد. إذا شحال كتساوي؟ 5 في 3 عندي هي 15. إذا ها هو المقام توحد، ولات عندي دي 15 ودي 15. 3 في 3 هنا عندي 9 و2 في 5 ولات عندي 10. متفقين؟ إذا دابا ملي عندي المقام موحد غادي نجمعوهم بجوج وغادي تولي عندنا 9 زائد 10. إذا تتساوي 19 على 15. هذا هو الخارج ديالي. مفهومه؟ طبقوها على اي حاجه.
كلشي يقول لي مفهومه الاخوان، اللي ما فهمش يقول لي نعاودها ليه. صافي مفهومه. يلا باش ندوزو لتوحيد مقامات وحده اخرى، انه عندكم ديال القسمه صعيبه، اغلبيه ما تعرفش لها. فاش كتكون عندي القسمه وهنا عاوتاني كاينه القسمه، اغلبيه ما تعرفش لها. يلا الاخوان اللي فهم يقول لي مفهوم، اللي ما فهمش يقول لي ما فهمش. مفهوم مفهوم مفهوم، برافو عليكم. ندوز لصفحه اخرى باش يبقى لينا ليسباس. اذا دابا غنشوفوا الناقص. الناقص نفس الشيء بالنسبه للزائد. انا غادي نحاول نكتبها لكم حتى هي نفس الشيء. الناقص والزائد الاخوان كتطبق عليهم نفس العمليه بلا ما نديرها لكم. واش نديرها ولا بلا ما نديرها؟ اذا عندي الزائد والناقص بجوج عندهم نفس العمليه. عاود لي عافاك راني ما فهمت غير شويه، واخا نعاودوها في الناقص نيس راه كتطبق عليها نفس الشيء. عندي قلت لك القاعده اش كتقول لك؟ ا و بي ناقص سي على دي. هادو اعداد، انا كنشرح لك بالقاعده باش انك تخرج هاد توحد المقام، حيت ما يمكنش لك تنقص هادي من هادي، راه ما يمكنش لك تنقص لانه ما عنديش المقام موحد، خاص ضروري توحد المقام. لاحظ هنا عندي بي وهنا عندي دي، لا خصهم يكونوا عندي رقم واحد. متفقين؟ اذا بما انه خصو يكون عندي نفس الرقم خاصني نوحد المقامات. اذا شنو غادي ندير؟ كنشد ا على بي، ها هي عاود حتى هي نفسها. شنو غنضرب فيها دابا؟ غنشد دي هادي غنضربهم في هادي. متفقين؟ هاي شرحتها لك دابا بشويه علم. غنضرب هادي في دي وهادي غنضربها في دي. ها هي منين هزيتها هادي غادي نديرو الناقص ياك ديالنا، وغادي نكتب نفس العمليه سي مقسومه على دي. اذا غير هاد العمليه عاود كتبتها. دابا غادي نجي هنا غادي ندير فوا وغادي نهز بي، نضربها هنا في بي ونضرب هنا في بي. مفهومه دابا؟ ساهله ماهله. دابا نديرو مثال في الناقص. عندي 3 على 5 ناقص 8 على 5. لا 5 عندي على مثلا 7. صعبوها شويه. اش كتساوي لي هادي؟ هي 3 في 7 نديرو نخليوها كيف ما هي، 5 مضروبه ناقص 8 على 7. انا دابا كتبتها باقا هي ياك. دابا تبع معايا الا كنتي ما فهمتيهاش. انا دابا كتبت العلاقه هي ما بدلت فيها والو. دابا غنشد هاد 7 خصني نضربها هنا، اذا غنضرب هنا في 7 وهنا في 7. متفقين؟ دابا هنا فاش غادي نضرب؟ في 5. غنشد 5 نضربها هنا وهنا، اذا 5 غنضربها في 8 ونضربها في 7. اذا هنا غادي نزيد فوا 5 وهنا فوا 5. ساهله ماهله. متفقين؟ اذا تساوي، ولا عندي هنا 5 في 7 شحال كتساوي الاخوان؟ هي 35. ولات عندي هنا هي 35 ناقص والمقام الاخر 35. 3 في 7 هي 21 و8 في 5 هي 40. تساوي، ها هو دابا عاد ولا عندي المقام موحد 35. دابا نقدر نجمعهم. متفقين؟ ها هما جمعتهم غتولي عندي 21 ناقص 40. هاد العلاقه هذه درناها في الاول، كاين اللي غادا تخربقوا. شحال كتساوي الاخوان هذه؟ برافو عليك، 21 40. شحال كتساوي هذه؟ هادو باش تعرفوا هادشي عنده علاقه مع بعضياتهم. هذا هو الدرس الاول اللي درت. برافو عليك، ماشي 19 لا. شاش قلت لكم؟ هانتي سوسو هانتي غلطتي. برافو عليك جميله، ديروا ليها جادور عاوتاني. كتساوي ليا ناقص 19 على 35. راه ناقص 19. اشنو قلنا في التمرين الاول؟ قلت لكم العدد اللي كبير هو اللي الاشاره ديالو كتحكم. العدد اللي كبير هنا شحال؟ 40. الاشاره ديالو شنو هي؟ ناقص سالبه. اذا نحط الناقصيه الاولى.
اذا 40 غنقص منها 21 غتبقى ليا 19. لا ما غاديش تزيدي، ناقص 19 على 35. برافو عليكم خولة وميمة، برافو عليكم، اغلبيه جاوب صحيح. الناقص الاخوان نزيدكم واحد المعلومه اخرى، ممكن انك تكتبها في جنب 19 كيف ما ممكن تكتبها هنا. هاد العمليه هي صحيحه. شوف الناقص فين درتو، متفقين لانه بجوج صحاح. هاد الناقص اصلا دائما كيتبع العدد الفوقاني، ما عمر الناقص ما كيكون في المقام. متفقين؟ ما عمر الناقص كيكون في المقام. اعيد، ما عمر الناقص كيكون في المقام. ما عمر كتلقى هنا ناقص 35. دائما هذا العدد هذا كيكون موجب. عندك شي نهار تمشي تشوف الناقص هنا تهبطوا ليا لتحت، كارثه عظمى. دائما الاشاره اللي كتكون ديال 19 الا درتيها هنا صحيحه، درتيها هنا صحيحه، اذا هي دائما كتبع ليا البسط. المقام لا، دائما موجب. هذه وحده. بقى لينا الضرب والقسمه. الضرب سهل، هو اسهل ما يكون. اذا عندنا هذا ثانيا الناقص، ثالثا دابا الضرب. اذا عندي ا مقسومه على بي مضروبه في سي مقسومه على دي. هو اسهل واحد. هذا كنضربو في هذا، هذا كنضربو في هذا، عادي جدا، مكاينش اشكاليه. اذا شحال كتساوي؟ يلا جاوبونا. شحال كتساوي هذه؟ يلا باش تزربوا. غنساليو ان شاء الله اللايف، غنساليو دغيا وغنستافدوا مزيان. باقي لينا النشر والتعميل غنطولوا فيه. يلا بالي، ويلا الاجابات. شحال كتساوي هذه؟ قلت غنضربها في السي، بي غنضربها في دي. صافي، برافو عليكم. هي ا فوا سي هي بي فوا دي. سهله تو سامبلومون، برافو عليكم. ساره سوسو الى اخره. اذا ندير واحد التمرين مثال. عندي 1/2، نخلي ما نديرش 1 احسن، ندير 7. دائما نديروا اعداد شويه كبار. 5/3 شحال كتساوي؟ هي تو سامبلومون 7 في 5 مقسومه على 2/3، لانه الضرب هذا. 5 في 7 شحال كتساوي ليا؟ هي 35، و2/3 هي 6. برافو عليكم، تبارك الله عليكم. نور الزبير لينا الى اخره. برافو عليكم. الضرب لاحظتوا بانه سهل بزاف، هو اسهل حاجه. دابا اراك دابا المعقول. القسمه هي اصعب حاجه. رابعا القسمه. القسمه كتحط لشي واحد صافي كيدوخ، كيعرف مين يدير لها. عندي مقسومه على بي مقسومه عاوتاني على سي على دي. شحال تتساوي هذه؟ او بمعنى اخر تقدر تلقاها باشاره اخرى. يلا كنديروا لها هذه. اش كتساوي؟ يلا 35/6. تبارك الله عليك. يلا الاخوان، توحيد المقام. اي خاصنا نوحدوا المقام. يلا كيفاش غنوحدوا المقام؟ هذه ممكن تلقاها على هذا الشكل، ممكن تلقاها على هذا الشكل، وكاين نادرا فاش تلقاها على بي على سي على دي. ممكن تلقاها على هذا الشكل هذا. هذه راه هي نفسها. كتلقاوها هذه بعض المرات كتبان لك هذه كتقول الله اش هذا الشيء. بعض المرات كتلقاو هذا عدد وهذا عدد وهذا عدد وهذا عدد مختلفه. مقسومه على بي مضروبه، كنضرب في المقلوب. برافو عليك، كنضرب في المقلوب. انت حضرتي معايا واحد اللايف فين درتو. اذا شوف، عقل على هذه الاشاره بحال ماك. عقل على هذه الاشاره. كتب لي القسمه. فين ما تلقى القسمه كتب القسمه
ياك، ودير اشاره بحال ما هذا الشكل هذا باش تعقل عليها. هكا هكا، كتب القسمه وكتب تساوي. عاد غتجي عاوتاني غدير هكا هكا. كتبوا هاد الاشاره، متفقين؟ شنو كيعني هاد الشيء؟ عقلوا على هاد الاشاره. اذا وريتكم الاشاره ديال اكس تحت منها الشرطه اللي عندها علاقه بالزائد والناقص، الضرب ما عندناش فيه مشكل. دابا زدتكم الاشاره الثانيه هي على هذا الشكل، هذه ما عمرك تدوخ فيها. اذا بالنسبه لتوحيد المقامات عندك جوج اشارات، هذه خاصه بالزائد والناقص وهذه خاصه بالقسمه. اذا هذه شنو كتساوي ليا؟ تساوي عندي غادي نخليها هي نفسها، غادي نضرب في دي، عندي الضرب هي دي، هنا كاين الضرب بطبيعه الحال بيناتهم، و بي لاحظ معايا هذه مشات من هنا وطلعت الفوق، وهذه مشات من هنا وهبطت لتحت، مقسومه على بي فوا سي. شتيها كيفاش دايره؟ كتضرب في المقلوب كيف ما قال واحد التلميذ. مثال، نديرو مثال، عندي 5 مقسومه على 3 مقسومه على 7 على 4 كتساوي شحال؟ كتساوي يلا قولوا لي شحال كتساوي. شنو غندير هنا الفوق؟ يلا كتبوا دغيا شنو غندير هنا الفوق. هي عندي القسمه، شنو غنكتب هنا الفوق؟ يلا شنو غنكتب الفوق؟ 20 على 21. واخا نشوفوها، برافو عليك. اذا 5 فوا 4 وعندي 3 فوا 7 كتساوي ليا 5 فوا 4 20، 3 في 7 21. تبارك الله عليكم، برافو عليكم، صافي ضبطتوها. دابا ندوزو للمعقول. دابا نشوفوا المتطابقات الهامه، بلاتي نشوفوا المتطابقات الهامه وندوزو يعني النشر والتعميم. دابا نشوفوا المتطابقات الهامه. المتطابقات الهامه، فهمتوها ياكم؟ سهله ماهله. المتطابقات الهامه الاخوان عندنا 3 فقط، نتوما غتخدموا غير ب3. عندي ا زائد ب الكل أس 2، وعندي ا زائد ب الكل أس 2، وعندي ا أس 2 ناقص ب أس 2. هادو 3 المتطابقات الهامه، خاص طبيعي وضروري خاصك تكون عارفهم. حنا نديرو هاد الاساسيات، كاينين وحدين اخرين ولكن هادو هما اللي كتلقاهم في التمارين. اذا بالنسبه للعلاقه الاولى شنو كندير؟ كندير هاد الاولى او كاري شوف ديرها كيف ما غنحطها انا، هذه علاقه كتحفظ. غادي نحط في الاول، غنحط بي في الاخر نحطها هنا، ندير هنا او كاري، غندير هنا او كاري، غنجيب هاد الاشاره غنحطها هنا. متفقين؟ غادي نكتب 2 وغنكتب هذا الرقم زائد هذا الرقم نضربها فيه، هذا الرقم مضروب في هذا الرقم، هي ا بي، وهنا عندي الزائد. مفهومه؟ سهله. هذه طريقه باش تحفظها. كتشد الرقم الاول كتحطو الاول، الرقم الثاني كتحطو في الاخر، كتشد الاشاره كتحطها هنا، كدير 2 لانه بطبيعه الحال عندي 2 الارقام باش تعقل عليها. عندي 2 الارقام ولا عندي الاوكاري،
هاد الاو كاري كتحطوه هنا وكدير هذا مضروب في هذا. اعد العدد الاول كنحطوه هنا، العدد الثاني تنحطوه هنا. هاد الاو كاري غادي يهبط عندهم، متفقين؟ لانه شحال من واحد شنو غيدير؟ غادي يدير لك ا او كاري ناقص بي او كاري. لا، خطا. شد ليا هادي ا او كاري ناقص، خلي ليا هذا ناقص وجلب بي او كاري، تولي هنا الزائد لانها موجبه. عاد غادي تزيد بيناتهم بجوج ا بي، صافي. متفقين؟ هذه الاولى. قولوا لي الاخوان واش فهمتوها ولا لا؟ هذه كتحفظ، انت خاصك تحفظها بالطريقه. انا غير وريتك الطريقه باش كتحفظها، لانه انا دابا سنوات ما راجعت هادشي، ولكن فين ما كنجي كنطلع عليه كنلقى راسي باقي عاقل عليه. علاش؟ حيت عاقل عليه بالطريقه. دابا ديال الزائد ساهله، اذا غتبدل غير الاشاره. هنا حطينا الناقص، هنا غنحطو الزائد. هي ا او كاري زائد جوج ا بي زائد بي او كاري. هذه شحال كتساوي الاخوان؟ بقى عندنا واحده اخرى ولكن سهله ما فيهاش اشكاليه. صافي، دي الزائد عاديه. هذه شنو كتساوي؟ برافو عليك كوتشار، برافو عليك. اذا هذه شنو كتساوي؟ توت سامبلومون كنحيدو غير الاو كاري. الاو كاري كنحيدوه. تقدر تلقاها على هذا الشكل، تقدر تلقاها على هذا الشكل ا ناقص ب. خدينا هذا الناقص ولكن الثانيه كدير الزائد. ما فهمتيش؟ هذه علاقه، هذه كتحفظ زياد، هذه علاقه ما فيهاش الفهم، فهمتيني؟ انا غير عاونتك كيفاش تعقل عليها، اما نورمالمون خاصك تحفظها بالطريقه. انا النهار الاول فاش شفتها في القسم فرضوا علينا اننا نحفظوها، ولكن انا من بعد اكتشفت علاش تحطات بالطريقه. كتشد هذيك تحطها هنا، كتشد هذه تحطها هنا. خاصك تحفظها بالطريقه هذه. هادشي خصو يتحفظ. كاين شي طريقه زعما، يعني هاد الطريقه اللي وريتك انا كيفاش تفرقها، الطريقه ديالي باش كنعقل عليها. متفقين؟ هاد الناقص هذا كنجيبو هنايا، هذه خصك تعقل عليها. عندنا ثلاثه المتطابقات الهامه، هاد الاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه. هادو خصك تحفظهم، ما عندك ما دير. يعني اللي فهم الاخوان يقول لي قاعده، هذه قاعده ما عندك ما دير لها، وكتحط بزاف. غتلقاوها في الدوال بزاف على الجهد. في الدوال ما يمكنش ما تلقاش شي تمرين ما فيش المتطابقات الهامه. اللي فهمها الاخوان يقول لي فهمت. هذه قاعده، يعني راه ما عندك ما تفهم فيها، خصك تحفظها كيف ما هي. وانا حطيت لكم غير ثلاثه لانه كاينين وحدين اخرين ولكن نادرا فاش كيكونوا. هادو هما اللي كيتحطوا، لانه الاخرين كتزيد عوض ما كدير على بويسونس 2 كدير على بويسونس 3 وكتخدم بنفس العلاقه، يعني كتخدم بنفس الطريقه بلا ما نخربقكم بها. يعني نتوما حفظوا غير الثلاثه لانهم اللي غتحتاجوهم. متفقين؟ دابا درنا المتطابقات الهامه، دابا نشوفوا النشر والتعميم. نعطيكم قاعده. فهمت شي امثله؟ نديروا امثله. نسيتي كنت غادي ننسى انا الامثله. نديروا الامثله ديال القاعده الاولى. عندي مثلا 2 ناقص 4 الكل اس 2. باش نصعبها، هذه راه كتكون اكس بعض المرات كتكون هنا داخله اكس. بخصوص داك اللي كاين في الناقص وزيد واش شي امثله. ندير شي مثال استاذ. واخا هاي عندنا هذا المثال، كنجيبو 2 كنجيب 4. انا شوف هاد الطريقه غير باش كنشرحها لك. ها هي 2 حطيتها هنا، ها 4 حطيتها هنا. هاد الناقص هذه ديما كتبقى لاصقه حدا 2. هاد الاشاره اللي هنا ديما كتبقى لاصقه مع العدد الاول. اذا هذا بما انه محطوط بوحدو اذا كاين الزائد. متفقين؟ عاد كنشد هاد 2 اللي هي على بويسونس 2 كنحطها هنا. عاد كنشد هذه مضروبه في هذه، اذا مضروبه في 2 مضروبه في 4. حطيت هذا هنا، عاد درت هذا في هذا. ها هو هذا الاس هو هذا 2. عندي هي 2 وب عندي هي 4. واش مفهومه الاخوان ولا مفهوماش؟ تساوي. كنسبق بطبيعه الحال الضرب هو الاول دائما. فاش يكون عندك الضرب دير الاقواس. عندي 2 ناقص 2 في 2 هي 4 و4 مضروبه في 4 هي 16.
زائد 4. إذا تتساوي ليا 2 ناقص 16 درناها في الأول، كاينة ولا مكايناش؟ 2 نقصنا منها 16، شكون العدد الكبير؟ 16. إذا غتبقى عندي الناقص، إذا 16 غتنقص منها 2 باش تعطيك 14. ناقص 4 لا زائد 4 كتساوي ليا هنا العدد الكبير اللي عندنا شكون هو 14 ماشي هو الربعة. اذا غتبقى ليا الناقص و14 نقص من 4 تبقى ليا 10. اذا هي ناقص 10. ايوا شو غلطتو، وهذه يلاه درناها. شوف هاد اللايف الاخوان حاولوا تعاودوه، الله يجازيكم بخير، عاودوه اكثر من مره. هذه شرحتها دائما العدد الكبير كناخذ الاشاره ديالو. الساد الاس واش ما كنعملوهش؟ شوف دابا راه هذا هو التعميل. دابا هذا اللي درت انا النشر، اللي عطاك شي حاجه تنشرها كدير هذا الشيء، هذا راه داخل في النشر. وكاينين طرق اخرى هادو تتسمى متطابقات الهامه، كتستعمل فيها سواء النشر. اذا ملي انتقلت من هنا لهنا درت النشر، وملي كنتقل من هنا لهنا كندير التعميل هي كندير الاقواس، كنحاول نبسط. شوف هاد العمليه شحال كبيره وهاد العمليه شحال قليله. 4 أس 2. نسيت الأس. مزيان فكرتوني، نسيت الأس. برافو عليكم. إذا 2 أس 2 هي 4. قلنا 2 فوا 2 في طاطا هي 16، و4 أس 2 4 في 4 هي 16. برافو عليكم فكرتوني. إذا عندي نقدروا نستعملوا هذه ناقص 16 زائد 16 هي 0 كتساوي هي 4. هاد 16 تمشي مع 16 لانه ناقص 16 زائد 16 هي 0. برافو عليك خوله، برافو عليكم ساره، فكرتوني في الأس. صافي. نديرو دابا المثال الثاني. ا ديال زائد بي كل أس 2. مثلا نديرو 8 إكس، مزيان نديرو الإكس زائد 2 كل أس 2 تتساوي إذا شحال كتساوي عندي هادي؟ هي 8 إكس أو كاري. شوف أو كاري كي غندير ليها، هادي كاينة في الدوال الإخوان. فاش تبغي دير الأو كاري ملي يكون عندك الإكس دير الأقواس، ضروري من الأقواس، لأنه 8 بوحدة والإكس راه بوحدة. متفقين حتى لهنا؟ ها هي قاعدة واحدة أخرى جبتها لكم هنا. دونك راه هاد اللايف مهم الإخوان، خاصكم تعاودوه أكثر من مرة. غادي ندير هنا عندي الزائد، إذا غندير الزائد عندي 2 مضروبة في 8 إكس مضروبة في 2 زائد 2 أس 2. متفقين؟ إذا كنظن راه واضحة وبينة، طبقنا فقط العلاقة. شديت هذه درتها أو كاري، ها هي، هبطت الأس هنايا وضربتها في 8 إكس وضربتها في 2. هاهي ضربتها في 8 إكس وضربتها في 2 ودرت الزائد 2 أو كاري. مفهومة الإخوان ولا لا؟ كنظن راه مفهومة. دابا نخرجوا هذه شحال كتساوي؟ راه 8 أو كاري بوحدها. إذا 8 أو كاري شحال كتساوي؟ 8 في 8 56 ياكو. شي واحد يدير كالكول؟ على ما أعتقد لا، باقي نعقل، وقيلا هي 56. 8 في 16 32. لا هي 64. إذا هي 64. واش ما عرفتش، فكرت في 56. هي 64 إكس أو كاري. برافو. شكون كتبها؟ سارة. برافو عليك سارة، خاصنا نعطيوها جائزة. مكاينش كيفاش نصيفط لك، اما راه نصيفط لك الديامون كون كنا في التيك توك ونصيفط لك شي صباح. برافو عليك. 64 إكس أو كاري، لأن 64 بوحدها والإكس بوحدها. متفقين؟ اش ولات عندي هادي؟ نورمالمون ولات عندي هي 8 أو كاري و إكس أو كاري.
خرجت 8 او كاري عطاتني 64، وخرجت اكس او كاري بقات عندي هي حيت عدد مجهول. اكس راه هو واحد العدد مجهول ما كنعرفوش. كاين اللي ما كيعرفش اكس شناهي. اكس راه هو عدد مجهول. استاذ نشر باش يكون الشرح واضح. هاي نشرتها صافي. استاذ غتخلي لنا اللايف حيت قطع لي اللايف. غادي نخليه ان شاء الله. زائد بطبيعه الحال جوج مضروبه في 8 اكس تولي عندي. شوف الاخوان، فاش كيكون عندك الضرب ما كاينش ديك القضيه ديال توحيد الاكس ولا، حيت عندي الضرب. متفقين؟ دائما فاش كيكون عندك الضرب اذا داك العدد راه داخل مع الاكس. متفقين؟ اذا هذا شحال كيساوي؟ جوج ضربناها في جوج هي 4، و4 نضربوها في 8 هي 32. هي 32 اكس زائد 4. باش نتاكد، اذا عندي جوج في 8 مثلا 16، و 16 32 هي هذيك. شحال كيساوي لي هذا؟ اذا غتبقى عندي على هذا الشكل، غتبقى لي على هذا الشكل معادله من الدرجه الثانيه. صافي، ما غنبدل فيها حتى شي حاجه، غتبقى بهذا الشكل هذا. هادشي انا اللي كان خصني نصيفط لك الديامون، صيفطتي انت. برافو عليكم لينا زاهو، برافو عليكم، تبارك الله عليكم. اذا نشوفوا المثال الثالث. هذا المثال واحد. مثال جوج. اعتذر على مثال ثلاثة، اعتذر على الورقة ماشي هي هذيك، خربقت لكم شوية. اذا نشوف العلاقة الأخيرة. عندي مثلا 3 وكاري ناقص، ولا تقدر تكون عندك العكس، نديرو العكس ولا نخدمو هادي ونديرو العكس. 4 وكاري. قال لك بسيط لا عمل مثلا، بغيتي تعمل اش دير لها؟ سهله، غتشد هذا الرقم غيولي عندك هو 3. هذه علاش كنستعملوها احيانا تكون عندك اكس باش نستعملوها نديرو اكس، ولكن دائما فاش كيكون عندك او كاري خاص تكون كامله او كاري. غتولي عندي هي 3 اكس ناقص 4 و 3 اكس زائد 4. صافي، كتبقى بحال هكا، كتزيد عليها حتى شي حاجه. نفترض دابا عطاوني مثلا، بانت لك مثلا شي معادله عطينا لك على هذا الشكل: 4 ناقص 5 6 زائد 8. رغم انها راه كما درتي ليها غتخرج، ولكن كيف ما قلت لكم هاد المتطابقات الهامه كيبازيوها على الاكس، على المجاهيل. انا دابا كنشرحها لكم بعدد حنا كنعرفوها، ولكن لا باز ديالها راه كتحط على مجهول اكس. عافاك خلينا نسجل، ضروري غنخليه تسجل. اذا هذه نفترض ان هذه مثلا بي ما عرفناهاش. بلا ما نديروا هذا المثال الاخوان، لانه هذا الشيء خصو يتبنى على اكس كيف ما قلت. مثلا كيكون عندك 2 اكس ناقص 1، 2 اكس زائد 1. هذا بحد ذاته كيساوي ليا 2 اكس وكاري ناقص 1 وكاري. صافي مفهومه، هذه ساهله. ونورمالمون راه كما قلت لكم كتحط على اساس يعني هذه شحال كتساوي. اذا نخرجوها، اذا هذه كتساوي ليا هي 2 وكاري اكس وكاري ناقص 1 كتساوي ليا هي 4 اكس ناقص 1. فهم؟ اذا عطاوها لك في الاقواس راه كتساوي هذا العدد هذا. دابا غنشوفوا الاخوان النشر والتعميل. كنظن واش نسيت شي حاجه؟ شنو كتبت لكم؟ نشر التعميل. صافي، بقى لينا غير النشر والتعميل، غندوزوهم بسرعه الاخوان. شوف شحال الساعه، الحمد لله راه ما تعطلناش، غندوزو فيهم ربع ساعه. 4 اكس او كاري ناقص 1. تبارك الله عليك ساره. اذا دابا غنديروا النشر بسرعه، ساهل بزاف. درنا الاول الثاني وقيل رابع عندها النشر. بداو بالنشر.
النشر القاعده ديالو اش كتقول لك؟ عندي ك ا بي، ك ا و بي هما اعداد كيف ما كان نوع. متفقين؟ حنا باش كنبنيو واحد القاعده كنديروا اعداد مجهوله، يعني كتطبق على اي حاجه. داكشي اش كنبقاو نديروا ك ا بي سي دي الى اخره. اذا القاعده اش كتقول في النشر؟ مثلا ك ا زائد بي، هذه واحد يعني عمليه غادي نقوموا بالنشر ديالها. شنو كتساوي لي هذه؟ خاصني نضرب هذا في هذا ونضرب هذا في هذا. اذا كتساوي لي هي ك ا زائد ك بي. متفقين؟ اللي ما فهمش شي حاجه يقول لي ما فهمتش. مثال، ناخذ مثال. عندي اكس جوج اكس زائد واحد، شحال كتساوي؟ يلا 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 قولوا لي شحال كتساوي. ك ا زائد بي. معلمه، برافو عليك ساره. ك ا زائد ك بي. يلا خرجوا لي هذه. برافو عليكم. النشر راه الاغلبيه كاين اللي عاقل عليه. حنا غنحاولوا يعني نديروا شي حاجه مختلفه. نديروا حتى النشر المزدوج. عندنا هذا النشر العادي. اذا زيدوا كتبوها تمايا، النشر العادي. هذا النشر العادي لانه كاين بزاف ديال الاساليب ديال النشر. هذا النشر العادي. متفقين؟ برافو عليك. شحال كتساوي هذه؟ هي جوج اكس او كاري. علاش درت او كاري؟ علاش درت جوج او كاري؟ هاني خرجت ديال اكس. انا نشرح لكم علاش. و اكس مضروبه في واحد هي اكس. نورمالمون هذا هو الخارج ديالها. برافو عليك. انا غنخرجها لكم بالتبسيط واحد اخر. غتولي عندي هي جوج اكس اللي هي هذه مضروبه في اكس زائد واحد مضروب في اكس. هذه كتساوي هذه. متفقين؟ هي نورمالمون تتخرجها عادي ديريكتومون. هذا ما كاينش فيه تمرين. اذا انت في التمارين خاصك تخرجها ديريكت بحال هكا حيت باينه. اكس غضربها في هذه جوج اكس مضروبه في اكس هي شحال؟ انا الضرب. نزيدكم حاجه اخرى. مزيان. عندي جوج اكس مضروبه في اكس، شحال كتساوي هذه؟ كتساوي جوج اكس او كاري الاخوان. متفقين؟ وإلا كانت عندي جوج اكس زائد اكس، شحال كتساوي هذه؟ كاين اختلاف بين الزائد وما بين الضرب. شحال كتساوي هذه؟ يلا كتبوا لي. يلا كتبوا لي 3 اكس. برافو عليك. 3 اكس. كاين اختلاف بيناتهم الاخوه، ما بين الضرب وما بين الزائد. وإلا كانت عندي القسمه جوج اكس مقسومه على اكس، شحال كتساوي هذه؟ مزيان. ندير لكم، شوف عرفتي هذا اللايف هذا والله الا درنا فيه كلشي. شحال كتساوي هذه؟ يلا. 3 اكس اكس. انا نقول لك علاش عندك خطا صراحه. جوج اكس مقسوم على اكس. يلا جوج اكس زيد 3 اكس. ها هي بعبارة أخرى هي جوج اكس مقسومة على اكس. هذه بعبارة أخرى.
نزيدو نبسطوها. شنو كتساوي جوج إكس؟ يلا قلنا هي إكس زائد إكس، هذه عبارة أخرى عاوتاني مقسومة على إكس. بعبارة أخرى أنا غادي وكنبسط عليكم، هي إكس مقسومة على إكس زائد إكس على إكس، راه هي نفسها. اش كتساوي هادي؟ هادي كتساوي واحد وهادي كتساوي واحد، إذا كتساوي جوج. مشات إكس، إذا هاد العملية راه كتساوي جوج. ولكن إلا بغيتي ما تحمقش راسك، إكس غتمشي مع إكس، كتختزلها كتبقى عندك جوج. انا وضحتها لكم يعني علاش هي كتساوي جوج، باش ما تتخلطش، باش ما تخلطوش لك الامور. علاش؟ نعطيكم تمرين. مثلا هاد اكس هذه هي 3، جوج في 3. انا نعطيكم يعني حتى الدليل، حيت دابا انا ملي كنت كنقرا كنت كنقول شنو هو الدليل على هاد الهضره هادي. انا نعطيكم دابا الدليل على الهضره ديالي. ها هي هذه. نفترض ان اكس كتساوي 3 ياك. شحال كتساوي لي هذه؟ هي مثلا جوج 3 على 3. حنا نخليها الاقواس باش نبقاو غادي مزيان. كتساوي شحال كتساوي هذه؟ اذا جوج في 3 يعني عندي جوج تلاتاوات. هي عندي 3 وعندي هنا واحد الزائد 3 مقسومه على 3. حيت هنا غير وحدنا المقامات، بحال قلتي هذه ووحدنا ليها المقام هنايا. شوف راه الماس راه بحال ما هكا، خاصك تقلب دائما على الاصل. انا دابا عطيتكم الاصل علاش هي كتساوي جوج. برافو عليكم، كتساوي جوج. علاش؟ انا دابا بقيت غادي وكندقق فيها. دابا هاد جوج عندي جوج من الثلاثاوات، متفقين؟ هادي الا بغيت نوحد المقام نرجع الزائد، تخربقت. شوف يلا صافي ما ديروش هاد. على اي هادي راك تمشي هادي مع هادي كتعطيني واحد زائد واحد، اذا كتساوي جوج. هادي غير شرحتها لكم، دققت معكم علاش. اما نورمالمون ديها على هاد القضيه. حيدوا هادشي كامل وخليها غير بحال هكا. جوج اكس مقسوم على اكس، اكس غتمشي مع اكس، صافي بقات لي جوج كتساوي جوج. صافي ساهله. انا غير شرحتها لك حيت تقول لي علاش ضربنا هذه على هذه. انا شرحتها لك باكثر تدقيق. متفقين؟ اذا هذه ها هي خرجت لنا جوج اكس. شحال قلنا؟ جوج اكس او كاري زائد اكس. قلنا غتولي هي شحال هذه؟ شحال قلنا تخرج لنا هذه؟ هي 3 اكس، لان عندي الزائد. هي 3 اكس او كاري. هذه الاخوان شحال كتساوي؟ هي 3 اكس او كاري. نعاودها، لأنه جوج اكس او كاري زائد اكس كتساوي هي 3 اكس او كاري. صافي. ولكن كون كان عندي الضرب غتولي عندي جوج اكس على بويسونس 3، غتولي عندي 3 الاكسات. فاهمين؟ نشوفوا دابا النشر بطريقه اخرى. اذا هذا هو النشر العادي، كيكون عندي عدد كنضربوه هنا وتنضربوه هنا، عادي جدا. دابا نشوفوا النشر المزدوج. النشر المزدوج نساو هذا الشيء الاخوان باش نضرب عليه مزيان. هذا النشر العادي. دابا غنشوفوا النشر المزدوج. اختزال خربقت. نساي هذا الشيء ما ضربتش عليه. عندنا النشر المزدوج. هذا ثانيا في النشر. ها هو النشر. النشر المزدوج كيقول لك في القاعده، تيقول لك عندي ا زائد بي، هادو بطبيعه الحال كاملين اعداد. سي زائد دي اش كيساويو ليا؟ كتساوي ليا هي ا سي زائد ا دي زائد بي سي زائد بي دي. كي درت ليها كنشد هادي، متبعين معايا الاخوان ياكو؟
السلام عليكم. واش ثالثه اعدادي؟ هادشي خاص بجميع السنوات، جميع الشعاب، جميع كلشي. اش كندير هنا؟ كنضرب ا في سي، ها هي. كنضرب ا في دي، ها هي. ا سي ا دي، ا سي ا دي. كندوز دابا للثانيه، كندير الزائد لانه كلشي عندي فيه الزائد. كندير بي فوا سي بي فوا دي، ها هي بي فوا سي زائد بي فوا دي. متفقين؟ هادشي عند الثالثه الاعدادي. وي متفقين الاخوان؟ سهله. نديرو دابا الناقص، نديرو مثال. اوكي نديرو مثال الاخوان بسرعه. عندي مثلا اكس زائد جوج، اكس زائد واحد اش كتساوي ليا؟ هي اكس فوا اكس زائد اكس فوا واحد زائد جوج فوا اكس زائد جوج فوا واحد، جوج فوا واحد. اعتذر على هادشي اللي ضربت عليه هنايا، يقدر يخربقكم. غنديرو التعميل، غنديرو التعميل ان شاء الله. هادشي كان كيعجبني. وي راه لاحظت بانه عندك معاه. متفقين؟ شا ضربت هادي في هادي، هادي في هادي، عاوتاني جوج في اكس، جوج في واحد. متفقين؟ دابا غنحسبها. عندي اكس في اكس قلنا هي اكس وكاري. متفقين؟ اكس في واحد غتبقى ليا اكس، جوج مضروبه في اكس هي جوج، نسينا، هي هذيك جوج اكس ياك. جوج فوا واحد تساوي جوج. نجمعو هادي. شنو كيتجمع هنايا؟ يلا قولوا لي شحال كتساوي. يلا بسرعه بغينا نمشيو للناس. اكس او كاري زائد اكس، برافو عليك، جوج اكس زائد جوج. يلا وشنو كتساوي هادي؟ زيد نبسطوها اكثر. يلا شنو كيتجمع هنايا؟ اولا عمر الاكس او كاري ما كتجمع مع الاكس. في العلاقه من الدرجه الثانيه هذه. على اي الاخوان هنايا راه درت خطا. نورمالمون خصها تبقى بحال هكا. يلا تفكرتها، هذه خصها تبقى بحال هكا. متفقين؟ خليها بحال هكا، حيت اصلا انت خصك تخليها معادله من الدرجه الثانيه. متفقين؟ هذا راه درت خطا، ما خصنيش نخرجها، خصها تبقى بحال هكا، حيت هذه كتسمى معادله من الدرجه الثانيه. اذا هنا غادي نجمعوا الاكس اللي كتشبه الاكس او كاري بوحدها. اذا هذه كتساوي ليا اكس او كاري زائد جوج اكس. غنجمعوا مع هذه لانه ما كاينش هنا او كاري، اذا غتولي عندي 3 اكس زائد جوج. عقلوا على هذه الاخوان، تترجعوا تصحوها. هذه معادله من الدرجه الثانيه، اذا ما خصنيش نكملها، خصني نحبس هنا. متفقين؟ هاد العلاقه اللي وريتكم راها اكس مع اكس، ما كاينش او كاري هنايا. شا فاش كتكون الاو كاري ما يمكنش لك تجمعها مع اكس، ما فيهاش او كاري. الاكس الا بغيت نجمعها خصها تكون او كاري عاد نقدر نجمعها معها. اذا هذه راه كانت عندي خطأ في الاول، ها هي كنت اكتشفتها هنايا. متفقين؟ اذا هذا هو الجواب ديالها الصحيح. برافو عليكم. نشوفوا دابا تمرين اخر في نفس يعني النشر المزدوج، نديرو فيه الناقص لانه ما درناش الناقص. مثلا عندي نديرو مثلا 3 اكس ناقص جوج اكس زائد 5. شحال كتساوي هذه؟ يلا بسرعه بغينا نعسو بكري، حيت باقي لينا نشر باستعمال المتطابقات الهامه، واخا راه ديجا درناهم صافي ما غاديش نعاود نستعملهم لانه ديجا درناهم. تابقين شنو كتساوي هذه الاخوان؟ كتساوي ليا 3 اكس نضربوها في اكس مضروبه في اكس ناقص لاحظتي بغيتني يلا كنت غادي ندير الزائد، ها هي كاينه واحد الناقص. يلا غندير الناقص ولا غندير الزائد؟ يلا شكون يقول لي ندير الزائد ولا ندير الناقص؟ نضرب في هذه نضرب في هذه، ندير هنا الزائد ولا غندير الناقص الاخوان؟
غندير الزائد. عرفتي علاش؟ عرفتوا علاش غادي ندير الزائد؟ لانه هنا عندي الزائد، هنا عندي الزائد. اذا راه غادي نخلي هذه كما هي زائد 3 اكس، غنخليها كما هي زائد، لا غندير الزائد، غنخليها كما هي. اش ندير ناقص؟ هي 3 اكس مضروبه في اكس، خليتها كما هي. اما دابا انا غادي نهز ناقص جوج، اذا غتكتب ناقص جوج كتهزها بالاشاره ديالها، شا ناقص جوج مضروبه في اكس، وغادي نهز عاوتاني الناقص بالاشاره ديالو، ناقص جوج مضروبه في 5. فهمتي؟ هنا مضروبه في 5. 5 يلاه شتا. متفقين؟ هكا كتبقى النتيجه ديك ديال الاولى. متفقين الاخوان؟ كنهز دائما الاشاره ديال العمليه اللي كنضرب فيها. هنا درت الناقص لانه الناقص كاينه مع الجوج، الناقص لاصقه غير في الجوج. شا الاعداد الاخرين فيهم الزائد، دائما الاشاره كتكون لاصقه في العدد ديالها. اذا ندير شنو كتساوي 3 اكس في اكس، شحال قلنا كتساوي؟ هاي فين درناها وكاري. اذا 3 اكس وكاري. الله وريتها لكم، عقلوا على هادو الاخوان. زائد 3 اكس في 5 كتساوي 3 في 5 15، 15 اكس، ناقص جوج في اكس ولات عندي ناقص جوج اكس، ناقص جوج عندي في 5 هي ناقص 10. شحال من واحد غيقول لي علاش ما دخلناش الناقص؟ انا عندي الضرب ما لا علاقه بلا الناقص لا حتى شي حاجه. متفقين؟ كتهز الاشاره الناقص في الناقص. تفكرش واحد القضيه، ناقص باش كيكون عندي هنا ناقص ا فوا ناقص بي كيولي عندي كتساوي زائد. اذا فاش كنضرب ا في بي كتعطيني الزائد. دي قاعده اخرى. مثال، شوف دابا داكشي غادي كيبين لينا الرياضيات، غادي كتبين لينا حوايج جداد. مثال، عندي مثلا هذا العدد ناقص جوج، كون كانت عندي في ناقص 5 مثلا، شحال كتساوي هذه؟ جوج في 5 هي 10، ولكن راه غندير الزائد، راه هي زائد 10. متفقين؟ الناقص مع الناقص كتساوي لي الزائد، هذه في الضرب. ناقص ا مضروبه في زائد بي هي اللي عندي هنا، اش كتساوي ليا؟ كتساوي ناقص. مثال هو هذا اللي عندي، مثلا ناقص جوج فوا 5 كتساوي جوج في 5 بطبيعة الحال 10 ناقص 10. صافي، هذه القاعدة فيها غير جوج، ما عندناش القسمة. متفقين؟ اذا نكملوا. هذه شحال كتساوي؟ اذا الاو كاري كتبقى بوحدها لان بطبيعة الحال ما عندناش شي حاجة اخرى. او كاري زائد 15 ناقص جوج هي 13، 13 اكس ناقص 10 تتبقى عندي على هذا الشكل هذا. اذا انا درت لها النشر. متفقين؟ نشوفوا دابا انا وريتكم دابا بالناقص وبالزائد. شنو قلنا؟ انا الناقص دائما مرتبط بالعدد اللي كيكون فيه. فاش كندير الضرب دائما كيبقى مرتبط بالعدد، ما تفصلوش ليا على العدد. صافي، نعطيكم مثال اخر اخير. مثلا عندي اكس زائد 7، نديرو اكس ناقص 1، لانه درنا هنا الناقص، دابا درنا في الجهه الاخرى، ولا نديرو الناقص فيهم بجوج. صافي نخليو بحال الناقص بجوج بحال في وحده. اش كتساوي ليا هذه؟ هي اكس فوا اكس
زائد، لأنه عندي الإكس راه قدامه إشارة زائد، زائد إكس فوا هنا شنو عندي؟ واحد، إذن هي ناقص واحد، نهزها بالإشارة ديالها. متفقين؟ غنهزها بالإشارة ديال عندي الزائد موجبة، ولكن ناقص واحد عندها واحد الناقص، غنهزها بالناقص ديالها، كتهزها بالإشارة ديالها. نكملو. إذن كملتها، دابا غنهز زائد واحد زائد 7 مضروبة في إكس، غندير عاوتاني زائد 7 مضروبة في ناقص واحد، ولكن هنا راه غتغير لي الإشارة، لأنه الناقص غادي يبدل لي الإشارة ديال هذه. اش قلنا؟ الناقص في الزائد، ها هي الناقص الزائد تساوي الناقص. إذا شنو عندي هنا؟ إكس فوا إكس هي إكس أو كاري، إكس مضروبة في ناقص واحد هي ناقص إكس. قلنا الزائد مضروب في الناقص هو الناقص، ها هي الناقص في الزائد ولا الزائد في الناقص كيساوي الناقص. مفهوم الإخوان ولا غير مفهوم؟ إذا تولي عندي ناقص إكس. هنا 7 مضروبة في إكس، إذا عندي زائد 7 إكس. هنا شنو عندنا؟ عندي الزائد مضروبة في الناقص، إذا اش غندير هنا؟ ناقص 7. إخوان اللي ما فهمش يقول لي ما فهمش. فهمتوها ولا لا؟ مزيان اللي زدت التمرين الثاني، لأنه وضحنا في هذه الأمور هذه. يلا يلا قولوا لي مفهوم؟ برافو عليكم. إذا نجمعوا هذه، عندي إكس أو كاري غتبقى بوحدها ناقص إكس زائد 7 إكس. إذا شكون اللي غيغلب ليا؟ يغلب ليا الزائد، نحطو حيت عندي 7 هي الكبيرة، نحط الزائد. إذا 7 إكس نقص منها إكس تبقى عندي 6 إكس بطبيعة الحال ناقص 7. فاهمين؟ برافو عليكم. دابا كون كان عندي الناقص في الناقص غندير الزائد، ولكن ما عنديش في هذه العملية. بغيت ندير لكم شي تمرين آخر ولكن ما غاديش يحالفنا الوقت غادي كيطير دابا 12 وقسمين، وباقي لي خصني ندير لكم التعميل، راه ساهل بزاف. دابا غندير لكم النشر باستعمال المتطابقات الهامه، غندوزو بسرعه لانني شرحته قبيله. عندنا النشر باستعمال المتطابقات الهامه. غندير لكم، شوف الاخوان، غادي ندير لكم تمرين ديريكت، ما غاديش حيت يلاه درناه متفقين. مثلا عندي اكس زائد 2 او كاري اش كتساوي؟ اكس او كاري خاصك تبدا تخرج معايا انت دابا حيت وريتها لك قبيله. 2 اكس 2 فوا اكس فوا 2 زائد 2 او كاري اش كتساوي ليا؟ هي اكس او كاري غتبقى هي 2 اكس فهذه هي 4 اكس زائد 4. هذه المتطابقه الهامه الاولى. زيد نشوفوا الثانيه، مثلا نديرو 2 اكس ناقص 1 او كاري. يلا درناها، داكشي دابا دايزها بسرعه. اذا اللي التحقوا غير دابا اللايف راه ما غاديش يفهم مزيان، خاصك تعاود تشوف المتطابقات الهامه شرحتهم لانه درت نفس الشيء. بحال قلتي دابا كنديروا تمارين. اذا اش كتساوي لي هذه؟ هي 2 اكس، غادي نحط الاشاره ديال هنا 2 اكس او كاري بطبيعه الحال، وكندير الاقواس لانه عندي 2 هنا وعندي اكس، ضروري من الاقواس. كندير هنا 2 كنحطها هنا مضروبه 2 اكس، دائما باش كيكون عندي جوج اعداد ديال الاقواس مضروبه في واحد، ما كنهزش مع الاشاره لانه هنا حطيت الاشاره هنا، يمكنش تعاود دير الاشاره هنا والا راه غتخرج لك الزائد. اذا كتحط واحد هنا زائد واحد وكاري، لانه الاشاره ديال الناقص هي حطيناها صافي سالينا معها. واش باك هذا؟ باك وسيزيام وكلشي متفقين. اذا هنا عندي 4 اكس او كاري ناقص 2 هذه هي 4 اكس في واحد اللي تبقى هي واحد. هاي المتطابقه الهامه الثانيه. المتطابقه الهامه الثالثه، مثلا عندي 3 اكس ناقص 2 وعندي 3 اكس زائد 2.
مثلا برافو عليك، 4 اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 1. تبارك الله عليك ساره، انت متبع معايا من الاول اللايف. اذا شنو غنديروا هذه الاخوان؟ سهله، هي المتطابقه الهامه اللي قلنا قبيله. غتكتب هذه 3 اكس او كاري ناقص، لانه هنا عندي الناقص، اذا كون كان عندي الزائد هنا غندير الزائد. متفقين؟ اجي وإلا كان عندي هنا الناقص وهنا الناقص غادي ندير الزائد عاوتاني. اذا الا كان عندي هنا الزائد وهنا الزائد غندير الزائد، الا كان عندي هنا الناقص وهنا الناقص غندير الناقص. اذا هنا عندي الناقص 2 او كاري. شحال كتساوي ليا هذه؟ هي 3 في 3 هي 9، لأنه او كاري